وين يا جابتك شيخ؟ الأيام مرة ثانية يا شادي. وين يا إما عاد أشوفك مبسوط على حرق الكتب. لا مش مبسوط، بل بالعكس اليوم أنا مفتخر بهذا المسلم أنه أظهر مهم. طريقة أخلاقية أفضل من الذين حرقوا القرآن. أنت زلمة بتحكي صح الحين، أنا حبيتك بس الحين حبيتك لأنه بعد شوي راح أكرهك. أنت لا بس زلت الحين أنا تعاني، حبيتك. لا زلت يا شادي تعاني من الأخلاقيات القرآنية. أنا بالنسبة لي صاحبك قلت لك. صاحبك لحظة شادي، آه. صاحبك اللي أراد أن يحرق الكتاب المقدس أظهر أنه أيوة. عنده أخلاق. ليش ما تحاولون أنتوا تتعلمون من أخلاقه؟ أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي والله ماني قادر أحرق صندلي، تحرق مصحف ولا أحرق توراة. أنا زلمي بحترم كل الأديان. أنا زلمي مش على استعداد أحرق أي كتاب. أنا أنا مش إله. أتكلم عن الأخلاق، أخلاق. أقول ليش ما تتعلمون الأخلاق من صاحبكم؟ إحنا خلوقين من دور ربياتنا، إحنا بس أنت تتعلم لك شغلة كويسة. كيف كيف حالك أنت؟ يعني؟ ها؟ أنت كيف حالك؟ أنت كيف حالك؟ وأنا أفضل منك بمراحل يا شادي. والله ما فشرت عينك تبقى أفضل مني، والله أنا مكيف. كيف أنت؟ أمورك زيني؟ أموري دائما أفضل منك بمراحل. أنت أفضل مني. كويس. وينك أبو حسن الجولاني؟ وينك يا صديقي؟ آه آه بتعرف أبو حسن الجولاني؟ طبعا كان عندي امبارحة. آه والله الزلمة إنه زين وطيب، والله وابن حلال ورايق. هو رايق زلمة. الآن إنه يدخل في الطريقة الصالحية. راح إن شاء الله راح إن شاء ندخله الله. في الطريقة بس أنت الصالحية. أنت أنت روح شوفه واقعد أنت وياه. وهذا زلمة دير بالك، يعني سهل بدخل في أي دين بدك إياه. ولا يهمك ولا يهمك، عن قريب راح نطلع اقعد. مع بعض في البث الجاي إن شاء إن الله. شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. والله أنا بالنسبة لي ماني عارف شو بدي أقول لك. ما عندك بس حاجة إيش؟ تقولها بعد كل هذه البلاوي اللي عملتها يا شادي؟ أنا شو عملت؟ شو عملت أنا؟ شو ولكن يلا المسامح كريم يا شادي. شو سويت انا؟ شو البلاوي سويت؟ انا مسخر. المسامح كريم يا شادي. وينك انت؟ ما بشوفك من فترة. ليه انا موجود. وينه؟ والله موجود. والله موجود. انا زلمي، يعني شو بدي اقول لك، زلمي مكيف. بروح على البحيرات وبقعد وبصيد سمك. بحيرات فيها نسوان ولا ما فيهاش نسوان؟ والنسوان ملح الارض يا زلمه. صرت تحب النسوان يا شادي. فيش انسان بحبش النسوان، يعني حتى انت بتحب النسوان. الشاهد من الكلام النسوان اللي على البحر غير النسوان اللي مش على البحر. ها؟ والله حسب انت شو رايك؟ وحسب دينك انت. شوف اذا دينك يرضى لك انك تروح تتمتع بالنظر الى الفاتنات الجميلات المائلات المميلات، آه. فشوف اذا دينك يسمح لك هذا انا بعطيك لايك. اول شيء يعني من ناحيه دينيه ومن ناحيه اخلاقيه، اعراض الناس مش ساحه سايبه لا الي ولا الك. ملوش حتى علاقه نطلع بالاعراض. عليه. انت رايح لبحر وفي نسوان، دينك شو بيقول لك في هذا؟ والله في ناس، في مره واحد راح على البحر، ويعني بديش اقول لك النكته لانه عيب على البث اقولها، في معنى نسوان. عادي القران فيه اكثر من هذا وعادي كله. كله عادي. زي مره 18. احنا واحد بما ان منيا. نقرا القران قدام الاطفال ما فيهاش حاجه، ما اه فيهاش عندنا عيب يعني. مره واحد منيا راح على البحر يسبح، دخلت في طيزه سمك. فاهم ايوه. كيف؟ لا فعشان والله هيك بحاول يعني افهم. وبعدين بنصحكش تروح على البحر. انا ما اقدر انزل على البحر، انت اللي يمكن تقدر تنزل. انا ما بحبش البحر. قبل شويه كنت انا تحب. بحب. انا بس ممكن قبل اخذك. شويه كنت تحب البحر وشكلك عندك مشاكل مع ممكن السمك ممكن يعني بتصير. ممكن اني ادعوك انا شخصيا نروح نلقط سعيسعه انا وياك، تروح تلقط معي سعيسعه. شو هذه الشغله؟ شو بتقول؟ هذه السعيسعه نوع عشبي عندنا في فلسطين. بناخذ الواحد يلقطها يوم بيبقى هيك مستنظفينه، بناخذه بنروح نلقط معاه سعيسعه. اللي هو كيف يعني؟ هذه بدها قعده، بقدرش اشرح لك اياها على اللايف.
طيب شو يعني نعمل لك طلب سياحة للسويد نجيبك لهون؟ لا انا ما بروحش، انا بطلعش من فلسطين، انا زي السمك اذا بطلع من المي بموت. واضح واضح جدا. انا يعني دمي فلسطيني، انت فاهم كيف؟ اما هو ما في المهم انت حاجة كيف اسمها وضعك؟ دم الفلسطيني. كيف وضعك؟ ظليت تغلط كيف على ما انت على الدين؟ طمني عنك، كان عندكم لبش في جنين. جنين يعني كل الاحترام لها. احنا الحين نحكي عن انت ظليت تحكي عن الدين وعن سيدنا محمد والقرآن، ظليت تقول عن هذه الامور ولا بطلت؟ تبت ولا لحتى الان تتخرف؟ يا جادي. انا شايف انها قربت الامور حواليك. انا صح حاسس يعني انه قربت، يعني صح. صارت الدائره ضيقه حواليك. شادي مم. انت بتعرف تقرا قران؟ انا لا، انا مسكين مسخ مرنا بحاملي حطبات. والله كان عندي بعض الايات كنت اريد منك تقرا لي اياها. زي ايش؟ مثلا روح جيب المصحف وتعال نتذاكر ساعه في فيش عندي كتاب مصحف، الله. فيش عندي مصحف هان. هذاك اليوم كان عندك، ايش فيك انت؟ لا هان فيش عندي، انا في الشغل. انت في الشغل، تارك الشغل طالع تسبح بحمد محمد صالح. لا انا ما بسبح الا بالله، ما فشرت عينك اسبح باسمك. انت عمليا انا الان بس تعمل بالله، هذا الشيء. انا بالنسبه لي بس بالله بسبح. اما انت بس انت بس بهذا انت الحكي معك. انت بس بس جاوبني يا جادي، انت شو بتتعاطى بس بالله بهذا عليك؟ الحكي معك، ايش شادي اسبح انت باسمك؟ شو بتتعاطى؟ انا اه الحمد لله رب العالمين اني عمري ما تعاطيت ولا شيء. يا رجال، الحمد في لله. انسان عاقل بيشيل الصندل وهو قدام موبايل يعني؟ لا انا بشيل الصندل اليوم ببقى قدام واحد زيك لا يا محمد هو انت صالح. مش قدامي على فكره، هذا ما ادري اذا حدا حكى لك هذا الشيء ولا لا. هذا مم. انترنت وموبايل وتيك توك انا مش قدامك لا يعني. يا زلمه، مليح اللي قلت لي، والله ما معي علم. انا معيش علم يعني، مليح اللي قلت لي انه هذا انترنت وموبايل. لا يا زلمه، فبالتالي انت يعني مش قدامي، فانت عمليا انت هذا بحاجه الى موبايل انك كمان، تفهم هذه الامور. هذا كمان موبايل. روح جيب المصحف او افتح الموبايل اللي عندك وطلع المصحف. شو بدك؟ اريد اطلع لي سوره التحريم. التحريم؟ امم في اي سوره التحريم؟ نار السود. ما بتعرف سوره التحريم ولا شنو؟ انتم يهود؟ سوره التحريم شو بدك منها؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا شادي شو تخزى. رايك تقرا لي السوره او عفوا الايه رقم 12 وتقول لي شو معناها؟ الآية رقم 12. ومريم بنت عمران. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. شو معنى هاي الايه؟ إنه ستنا مريم عليها السلام كانت عذراء وحصنت فرجها وظلت عذراء، ايوه، وإن الله عز وجل والكلمه اللي بعدها شو بتقول؟ بعد ان احصنت فرجها فنفخنا مين اللي نفخ؟ فيه من روحنا. الله عز وجل نفخ وين؟ نفخ الروح في سيدنا عيسى. لحظه، هو ارجع شويه للايه قبلها. ايوه، التي احصنت فرجها ونفخنا فيه، هذه فيه راجعه لشو؟ شو راجع لشو؟ راجع للمفعول به، اللي هي فرج مريم. يعني الله نفخ في فرج مريم. بس الله عز وجل لفظ الجلالة أسمى من إن ينفخ في فرج حدا. بس انت قلت الان، قلت مين نفخ؟ قلت الله. لا والان الله بتقول نفخ في فرج الله مريم. نفخ. استنى شوي. فأحصنت فرجها فنفخنا فيه مو من فيها روحنا. مو فيها. فيه
فيه من روحها من روحنا. فانت قاعد هنا بتلعب على وتر لا اللي مش هو وتر، معاني مش وتر. الكلمات. الآن مريم أحصنت فرجها صحيح. وصار في نفخ فيه، والنافخ اه هو الله. أنت والمنفوخ الآن هو انت، تعتقد أن الله دخل جوا والمنفوخ هو كبسول انت. مريم ونفخ في فرجها؟ يا زلمه استغفر الله العظيم، يا ليش زلمه انت استغفر الله؟ رخيص. قرآن، هذا انت قرآن، أنا رخيص، ما في دخل. انت مش لازم ارفع القران معك، انت لازم ارفع الصندل في وجهك. انت واحد مع سقيطه، اذا بنرفع القران معك بنهين القران، انت اللي زيك بس بالصندل، بس بالصندل لانك انت الآن أنت رخيص. ليش معصب؟ أنا إيش دخلني؟ أنا ما قلت كلمة غلط. انت عندك واحد الآية رخيص، انت بتحكي قدامك، غلط، يعني انت واحد الله رخيص. نفخ في، مو أنا افهم. انت تفكر الله لوطي زيك، انت واحد رخيص. مو أنا. الله بالقرآن نفخ يلعن عندك، شكلك، هذا شو عمل الله؟ تتجرأ على ربنا يا زلمه، شو يا لك عمي دعوه مو شو أنا سوى مو الله؟ أنا أنا بقول لك شو عندك. ساك من الخراريف الدواوين الساقطه، هذا هو اللي ضل علي. انت مش لازم ارفع معك مصحف، بس ارفع بوجهك الصندل. ليش المصحف خجلان تقرأه صح؟ انا مش خجلان اقرا، وانا حرام ارفع المصحف في وجه واحد اما زيك رخيص نذل. يا عمي هذا القرآن. فكر في هذه الآية كل ما يجي لك وتقراها يا شادي، انه الله روح كيف اما تسحب من تحت كلسونها ونفخ في فرجها. حسبي الله عليك، ان شاء الله الله بيبتليك في مرض في فرجك. اكثر من هيك؟ اكثر في ساعه امراض بتصير انت الساعه بتعرفش عنها. بس انت ما قلت لي شو احساسك وانت على اول مرة تكتشف هذه الفضيحة يا شادي. انت انسان هني فضيحه يا زلمه، هني فضيحه. الله عز وجل انت ليش ولفظ معصب؟ الجلاله ليش عصبت اعظم. انت الان؟ انت ليش انا عصبت؟ عصبت يوم بوقع مع واحد زيك خرنج بصير يأول في معاني اللغه انا العربيه ما ومعاني طلبت القران. شيء، انا ما قلت شيء، انا اعطيتك انت تفسر. انا ما قلت شيء. انا بالنسبه لي اوكي، انا جيت افسر، انا مش علامي في الدين وقلت لك اياها. انت مشكلتك بتيجي للناس اللي ما عندها خلفيه قويه في الدين وبتلعب معها على اوتار مش عارف كيف. بس انت انسان شو روح رايك نكمل يعني. قراءة قرآن يا شادي؟ انا بكمل معك الحين، بدي اعطيك من هذا على صباحك وسحنتك، يلعن شكلك ما بدك الهامل. تقرأ قرآن بعد؟ ما بقرا معك قران؟ ليش قالوا لا؟ قالوا عنك ابو هريره ولا عثمان اقرا معك؟ شو رايك اعطيك ايات اخرى تقراها؟ انا بحبش ايات، بحب انعام. ايات بحبهاش، انا بكرهها ايات. ايات تبغى وايه تقرا القرآن بحبهنش. كده عادي؟ مصيبة، محرج صح؟ انو مش محرج، فيش شيء محرج. المحرج القرف اللي زيك يضل عايش، الله يلعن شكلك. لكن شو يصير فيها؟ شو يصير فيك؟ انا بدي اقول لك شو يصير فيك. انت بدك واحد قوي، عضلاته قويات، يقبضك في حوش ضيق، معاه مطرق رمان اخضر، يعني لا بنكسر ولا بطعج، ويظل ينسج فيك تيخربط مواعيد خراك يخربطهن من كل عن هذا عشان شكلك. قلت لك اقرا آية من القرآن؟ شو؟ ما كل فشرت هذا عينك يا عشان زلمه، خليتك تقرا آية من القرآن؟ ما فشرت عينك يا زلمه. احنا بنتشرف بالقران، بس ما بنتشرف في واحد مع زيك يا زلمه. احنا بالقران بنتشرف. بس انت حسيت انه انت انحرجت كثير حاليا. لا انا ما بنحرج من القران يا زلمي، انا ما بنحرج. انا من اول خلينا الدنيا قلت نتكلم لك في هذه الآية. اني ايه. هذه الآية اللي قريتها. انت زلمي على فكره شاذ. انت زلمي جد، وجهك وجه ابليس وفعلك فعل شياطين. انت مش زلمي سوي، انت زلمي عندك مشكله. اللي هي شنو؟ اني خليتك تقرا المشكله اللي قرآن؟ عندك انت حاقد على الله ورسول يعني الله. حاقد؟ انا اعطيتك، قلت لك تعال اقرا لي آية من الكتاب القرآن الكريم اللي عندك، ليش معصب؟ انا بعصب يوم انك بتصير تستهزئ بالقران. ليش؟ وين انا بتعرف، استهزأت؟ انت بتعرف الله لو اللي انا، هو نفخ في فرجي، انا ايش دخلني انا؟ انت بتعرف لانك قاعد قدامي والله لو اخذك تلقط سعيسعه.
انت الان يا شادي، هل بعد الحمله الاخيره على جنين حسيت انك هديت شويه والفشخره الكذابه اللي عندك راحت ولا لسه؟ لا، انا بالنسبه لي جنين على راسي، وجنين تاج الراس يا محمد صالح. جنين آه. جنين مش بس اشي ما عيب. طلعت تقاوم اليهود لما اجوا لعندكم صح؟ اول اشي انا زلمي مسالم ارنبي وحاملي حطبات. انت انسان شنو؟ مسالم ارنبي وحاملي حطبات. انا مسكين مسخم. يا نهار اسود على عملوا فيك انا هيك زلمي اليهود. انا زلمي بس بدي اتناولك بهذا وعسحنتك عصباحك عصباحك عوجهك عوجهك عوجهك، بعدين على راسك اغريك اللي بس عن يا شكلك. شادي، وينك يا شادي؟ شادي، تعرف اه. يا شادي، انا بحس انك انت يعني ينطبق عليك مقولة أسد اه علي وفي الحروب نعامة، بس أنت والله ما حتى ما فشرت حصلت عينك. نعامة، حصلت أرنب. والله أنت ما فشرت الإسرائيليين عينك. لما إجوا لعندك، مم. لما إجوا لعندكم في جنين طلعت اه. تخبيت، ما عندكش حاجة تعملها، الآن جاي تعمل فيها أسد على التيك توك. انا زلمه، اسمع علي، انا زلمه قلت لك، انا زلمه ماليش. انا رحمه جدي تبقى تظل تقول لي احفظ راسك عند معارك دول. هذول ادول بتكاتل، انا شو لي دعوه. يعني أنت الآن خايف مش بأرضك وعرضك تدافع عنه، انا بالنسبه ولا إلي الأرض والعرض ما له قيمة عندك؟ اسمع. انت زلمي بتعرف شو مشكلتك. جاوبني، انت الارض والعرض ما له قيمه عندك؟ والله له ما قيمه. طلعت تقاوم وتقاتل اللي اجوا ودخلوا وقتلوا شبابكم وارهبوا نسوانكم؟ انو قال لك انهم اصلا هم بحاجه اني اقاوم معهم؟ ما هم قاوموا ولقنوهم درس بس انت محترم. انت انت كواجب مسلم، كمسلم غيرتك ما تحركت تروح تعمل شيء؟ انا بس غيرتي بتتحرك امامك يا ساقط، يا اما يا خرا يا وانت سافل. ولا بتتحرك ولا شيء، بس ماسكها بالفضة كذا ولا تعمل اي يا شيء. سافل يا سافل يا سافل يا سافل ابو الجحشات. جاوبني يا شادي، ابو شادي، انت الجحشات. بدل ما تجي تعمل فيها اسد على التيك توك، كنت تروح تقتل لك جنديين اسرائيليين على عشان تشفي غليلك. ليش ما اقتل؟ عندك رجوله تعمل هذا الشيء صح؟ انا ليش اقتل شو اللي عندهم اقتلهم؟ هو القران شو إلي؟ تبعك يقول لك هذا الشيء. جد والله. القرآن تبعي بيقول لي هيك. اه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. خايف صح؟ خايف تتكلم تتورط. شو اتورط؟ كل البطوله الكذابه مم. اللي بتعملها فقط تيك توكيه يا شادي، لما الموضوع يجي على الجد تحول الى، او ادخل في كفر الارانب. ما فشرت عينك يا السقيطة. هذا لساته ما بيبان. فشرت عينك يا السقيطة. لساته ما بيبان. فشرت عينك. ما فشرت عينك يا الساقط. والله غير يجيك يوم، والله غير يجيك يوم، والله غير يجيك يوم ندعس على راسك زي ما بندعس على الصراصير. توكل على الله. بالله عليك يا شادي، اريد اسالك سؤال اخر. بعض مم. الاخوه قالوا انه شو صار معك لما شادي كان يهددك؟ مم. قلت لا، هذا تأدب، تراجع، تنازل عن تهديده. صح؟ ما فشرت عينك يا زلمة. ما فشرت عينك، بس انت بتعرف شو اللي سويته، وعشانك بتعرف شو اللي سويته بصير خير. شو سويت انا؟ شو سويت انت؟